خد بالك من كلماتك لأنها ستشكل قدرك في القريب العاجل. أبو نواس شاعر الخلاعة والمجون بعد وفاته جه لرؤية لصديق له يدعى أبو محمد. فقال له أبو محمد: كيف حالك يا رجل؟ كيف حالك يا رجل؟ فقال له: لقد غفر الله لي. قال أبو محمد: كيف وأنت؟ يعني إزاي؟ ده أنت كنت بتقول في أبياتك: دع المساجد للعباد تسكنها وتف بنا حول خمار ليسقينا، ما قال ربك ويل للأولي سكروا وإنما قال ويل للمصلين. فقال له بأبيات كتبتها قبل وفاتي ووضعتها تحت وسادتي. فذهب أبو محمد مسافرا إلى بيت أبي نواس فطرق على الباب وقال، سأل آل بيته، قال: أترك أبي نواس شيئا؟ فقالوا له: وماذا سيترك يا رجل؟ فقال لهم: ألا أذنتموني أن أفتش في فراشه؟ فدخل أبو محمد يفتش في فراش أبي نواس، فوجد رقعة تحت وسادته مكتوب بها هذه الأبيات: يا رب، إن بلغت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أرجوك ربي كما أمرت تضرعا، فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. اتكلمت قبل كده عن طاقة الكلمات وما تصدره من ذبذبات وترددات سواء مكتوبة أو منطوقة. والله سبحانه وتعالى تحدث عن الكلمات في كل العقائد السماوية وأهميتها وتردداتها وذبذباتها وتأثيرها في الكون وتأثيرها على الأشخاص والمحيطين وصنع قدر الأشخاص وتغيير الأقدار سواء للأفضل إلى الأسوأ حسب نوع الكلمة أو من الأسوأ إلى الأفضل. فأنت المايسترو الذي يحرك كل شيء ويتحكم في كل شيء. تحياتي لحضراتكم.